هو انت معاك الريموت بتاعك؟ عمرك صحيت من النوم كنت متفائل وحاسس ان اليوم هيبقى حلو، او كنت قاعد في قعدة خفيفة وظريفة وفجأة حد قال حاجة او موقف حصل قلب لك مودك كله واليوم كله اتضرب؟ لو كلمة قادرة تغير مودك او موقف يشقلب لك يومك كله، يبقى في حد غيرك ماسك ريموت مشاعرك. لو سعادتك معتمدة على الناس اللي حواليك او مدى حبهم ليك، معاملتهم معاك، او قد ايه هم بيشركوك في انشطتهم، يبقى انت طول عمرك هتفضل تحت رحمة حاجات ما تقدرش تتحكم فيها. لو رسالة اتأخرت شوية، او لما ما اتعزمتش فيها، او خطة اتلغت اخر لحظة، او كلمة اتقالت من غير قصد وما عجبتكش، فجأة يومك كله يبوظ ومزاجك يتقلب، يبقى انت كده يومك مش ملكك اصلا. ما تسمحش الكلمة انها تفقدك سلامك، وما تسمحش لتصرف شخص انه يحسسك انك من غير قيمة او مش محبوب. المشكلة مش في الرسالة او في الخطة اللي اتلغت، المشكلة انك سلمت ريموت مشاعرك لحد تاني، فكل ما يدوس على زرار انت تتغير. لما بتعمل كده انت فعلا بتكون رهينة مزاج حد، رهينة اولوياته، رهينة طريقته في التفكير. واوعى تقول اصل انا بحب فلان فتصرفاته بتأثر عليا. الحب الصحي انك تحب وتتأثر، ايوه، بس من غير ما كينونتك كلها تتهز لو في حاجة مشيت عكس توقعاتك. طول ما سعادتك مرتبطة بناس تانية عمرك ما هتحس بالامان الحقيقي. الامان هو انك تكون ثابت حتى لو اللي حواليك اتغيروا، ان قيمتك تكون نابعة منك مش من ردود افعالهم، وانك تختار انك تحافظ على سلامك مهما حصل. الناس احرار يقبلوك او يرفضوك، يقربوا او يبعدوا، يعزموا او يتجاهلوا. انت مش محتاج موافقة حد عشان تبقى كفاية، ومش محتاج دعوة عشان تحس ان ليك مكان، ومش محتاج اهتمام الناس عشان تحس انك محبوب. قيمتك مش بتتحدد اذا كان فلان قعدك على ترابيزته او لا، ولا بالرسالة اللي اتبعتت لك من عدمها، ولا بمدح اتقالك او كلمه وحشه اتقالت عليك. انت لازم تعيش ثابت، لازم تكون حر نفسك، لازم تحافظ على سلامك حتى لو الدنيا كلها اختارت غيرك. اللي مش شايفك ده مش بيقل منك، واللي بعد عنك مش بيقلل قيمتك. انت مش رهين عند حد الا لو اخترت تديله ريموت مشاعرك.